قدم لامين يامال مباراة رائعة أمام فياريال. هذه المباراة التي عرفت تقلبات في النتيجة ورتم عالي بين الفريقين. رغم ذلك فالشاب اليافع يامال قدم مستوى جيد جدا، وكان قريبا من زيارة شباك بتسديدات كثيرة، آخرها تلك التي أعطت الهدف الرابع من توقيع المهاجم ليفاندوفسكي. قبل أن يخرج لامين يامال في الدقيقة 76 تحت تصفيقات الجماهير الكتالونية الحاضرة في ملعب لا سيراميكا. وكان تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الإسباني قد عبر عن رضاه على مستوى لامين يامال في المباريات الأولى من الموسم الحالي، وأكد أنه لاعب ناضج وبإمكانه صنع الفارق بالرغم من صغر سنه. هذه الثقة من المدرب يترجمها الشاب لامين يامال إلى خطور على مرمى المنافسين وإمدادات متواصلة لزملائه. يذكر أن موقع أوبتا للإحصائيات ذكر أن لامين يامال هو أصغر لاعب يشارك كأساسي في مباريات الليغا في القرن 21 عن عمر 16 سنة و38 يوما. كما بات بعد هذه المباراة أصغر لاعب يصنع هدفا في مباريات بالدوري الإسباني في القرن 21 بعمر 16 عاما و45 يوما، بعد تمريرة الهدف الأول الذي سجله بابلو غافي في الدقيقة 13. فلينجح الركراكي في استقطاب اللاعب للمعسكر القادم للمنتخب الوطني المغربي، خصوصا مع حاجة المنتخب لجناح هجومي بعد إصابة سفيان بوفال. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.